ميت فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. فتح المحل الصبح زي كل يوم، وكالعادة عمل الجرد بتاعه. الجرد بيقول إن في ميدالية ناقصة. كلم زميله اللي قفل بالليل وسأله، قال له أنت بعت ميدالية وما سجلتهاش في المبيعات؟ قال له لأ، كله تمام، وعمل الجرد وكله تمام. استغرب، قرر إن هو يبلغ الشركة عشان يخلي مسؤوليته وما تتخصمش عليه. الشركة قالت له بلغ إدارة المول. أخد بعضه وراح على الإدارة وقال لهم أنا فتحت وبعمل جرد، لقيت ميدالية ناقصة. إدارة المول قررت تعرف الحقيقة. راحوا الكنترول روم، شغلوا الكاميرات، رجعوا الليلة اللي فاتت، شافوا منظر تقشعر له الأبدان. فرد الأمن المسؤول عن حماية المنطقة دي جوه المول بيتمشى رايح جاي وفي إيده مصحف. قرب على المحل اللي ملوش بوابة ومعظم الحاجة بتاعته محطوطة على ستاندز أو حوامل. رفع إيده اللي فيها المصحف، دار بيها الميدالية، ومد إيده التانية أخد الميدالية ونزل إيديه الاتنين وهو مداري الميدالية بالمصحف لغاية ما حطها في جيبه. لف ومشي، كمل ورديته، وطبعا كمل قراية في القرآن. هل في وساخة وانحطاط وسفالة وصفاقة وخسة أكتر من كده؟ بيسرق، وكمان وصل بيه الحال إنه بيستخدم كتاب الله وبيداري بيه على السرقة. الناس بقت بتخاف من بعض أكتر ما بتخاف من ربنا. خايف من الكاميرات والناس، ومش خايف من ربنا وكتابه اللي في إيده. القصة دي حقيقية وحصلت في محل بتاع واحد صاحبي. الناس بتخش المسجد ما بترميش حاجة على الأرض، ما بتتفش على الأرض، ما بتكتبش كلام على حيطان المسجد من جوه، ما بتشتمش ولا بتقول ألفاظ قذرة جوه المسجد. وبعضهم بيخرج بره المسجد بيعمل كل ده عادي جدا. ده غير طبعا اللي وهم خارجين من المسجد بيقلبوا جزم الناس. هل ده خوف من ربنا؟ أشك. ده خوف من الناس، لأن المسجد الحمد لله لسه ليه هيبة شوية، هي مش بالمستوى المطلوب ولكن شوية. فده خوف من الناس مش من ربنا، لأنه لو كان فعلا خوف من ربنا كانوا عرفوا إن ربنا شايفهم جوه المسجد وبره المسجد، واللي بيعملوه جوه المسجد المفروض يعملوه بره المسجد، والمفروض تكون نفس الأخلاق. وأنا بتكلم عن الجوامع لأني بخشها كتير، لا أملك إني أتكلم عن الكنايس. يعني أنا بخشها مرة واحدة في السنة في العيد بتاعهم، في عيد الميلاد، بتبقى طبعا إيه على سنجة 10. والمعابد عمري ما دخلت معبد يهودي. وعلى فكرة يا جماعة لازم نفصل بين إسرائيل والديانة اليهودية، دي ديانة سماوية زيها زي المسيحية زي الإسلام. في ناس كتير بترفض عريس لبنتها عشان إمكانياته لا تسمح بشقة زي ما هم عايزين، ولا شبكة ولا فرح ولا زفة دمياطي، مع إني قريت القرآن كتير جدا في حياتي وما لقيتش ولا آية واحدة عن الزفة الدمياطي أو شو التورتة. كل الناس ترفع ايديها واعمل ممر ويعدوا على كل اتنين. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. والتورته في الاخر يا اما بتترمي يا اما الناس اللي شغالين في الاوتيل هم اللي بياكلوها. طب الكام الف اللي اتدفعوا دولت مش هم كانوا اولى بيهم؟ الناس بترفض عريس عشان شويه حاجات مش موجوده في الدين تماما،
ايه ده؟ معقولة؟ عاملين حساب للناس وخايفين من كلامهم، ونسيوا ان الدين خالي من كل الهقص والهبل ده. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان بيوصي ان لو تقدم واحد لبنتك وانت راضي عن دينه واخلاقه تقبله، والا يبقى فساد. ايه ده؟ طب سيبكم من كل اللي انا قلته ده، يتجوز واحدة ويقدمها هدية جنسية لأخوها. أيوة، أخوها هي، عشان ينام معاها. والله العظيم زي ما بقولكوا كده. خشوا على الانترنت واعملوا سيرش على الحادثة دي كانت لسه من شهرين تقريبا أو 3 شهور بالكتير. والحجة إن الأخ هو اللي بيصرف عليهم، فلازم تتقدم كهدية ومقابل ليه. أحيه اسكندراني. ولما اتمسكوا اعترفوا عادي جدا، وهي قالت أيوة، ما أخويا هو اللي بيصرف علينا، فمن حقه وهو أولى إنه يستمتع بيا. إيه ده؟ ادوني عقلكوا وقولولي ازاي خايفين من أخوها لا يبطل يصرف عليهم، ونسيوا إن ربنا فوق وشايفهم، ومش خايفين منه في الشيء الوسخ المقزز الحقير ده. معقولة؟ ازاي بعض الناس وصلت للمرحلة دي من الحقارة والوساخة؟ ايه السبب يا جماعة اللي وصلنا لكده؟ ابعتولنا وقولولنا ايه السبب عشان نقدر نحدد الأسباب ونحط العلاج والحل المناسب. الناس نسيت انها هتموت مثلا؟ ما ينفعش. ازاي؟ اذا كنا احنا والمقابر اعز اصحاب، والمقابر حوالينا في كل حتة ومحوطانا وعايشين معاها وعلى طول قدام عينينا، يبقى المفروض ما ننساش اننا في يوم هنموت وهنخش المقابر دي. ولا السبب هم برضو أصحاب العقول المعفنة اللي بيقعدوا يقولوا كلام ملوش أي علاقة بالدين، وياخدوا الناس والمجتمع في رحلة بعيدة تماما عن الدين الحقيقي؟ هل تجار الدين دول هم السبب فخلوا الناس تنسى الدين الحقيقي وتنسى ربنا وتبقى ضعيفة الإيمان بالمنظر ده؟ ولا السبب برضو الفقر والجهل والمرض؟ هنا الناس يا جماعة مش حكاية فقر وجهل ومرض، هنا الناس نسيت انها هتموت. دي حالة فقدان ذاكرة. فقر وجهل ومرض ايه اللي يخلي واحد يقدم مراته هدية جنسية لأخوها؟ ازاي؟ يا جماعة ابعتولنا وقولولنا ايه الحل في الظاهرة دي. انا خلص مني الكلام وما عنديش حاجة اقولها غير اننا لازم نفهم الدين الصح ونواجه المشاكل اللي زي دي، ونحاول كمجتمع نعالج مشاكلنا الاجتماعية ونوفر بيئة صحية سليمة سوية تصلح للعيش الكريم، ونخاف ربنا مش الناس. وده مش هيحصل إلا لما كلنا نتغير ونقرر إننا لازم نتغير كلنا بدون استثناء. وتاني، لأن البديل الوحيد هو الانهيار التام. وكلنا بنعمل حاجات غلط وبدأت بأفعال صغيرة، وبسبب إن احنا سكتنا عليها وقلنا معلش دي حاجات بسيطة ودارينا عليها، كبرت وتفاقمت ووصل الحال للي احنا فيه دلوقتي. فلازم كلنا نتغير، وإلا قولوا على البلد يلا السلام. والهدف إن المجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد.